هيحصل لك ايه لو بقيت الذباب يوم واحد؟ اول ما مامتك تولدك هتنزل قد البجرايه بوزن اقل من جرام، وماما ساعتها هترضعك كل ساعه مره. يخرب بيتك انت عشرت ماما. وفي البدايه بتفضل لازق في ماما طول الوقت، وبعد شهر هتقرر تسيب ماما عشان تكتشف مصايبك الجباره، لانك بتكتشف ان لو ما اكلتش كل ساعه هتموت. يا دي مصيبه يا دي مصيبه. وقلبك بيدق 1500 دقه في الدقيقه. انت مركب قلب دبابه ولا ايه؟ وبتعرف انك ما ينفعش تنام غير 10 دقايق بس، ولو بقوا 11 دقيقه احتمال تموت. يا دي مصيبه يا دي مصيبه. وبتكتشف ان حياتك اللي بتعيشها هي سنه واحده بس. يا دي مصيبه يا دي مصيبه. ومش بتفرق معاك هتاكل مين، ما عندكش مشكله اذا كان تعبان او عقرب، رغم ان حجمك كله 5 سم. واخيرا بقى عندك شهر ونص وبقيت راجل قد الدنيا وخلاص مش قادر، عاوز تتجوز، فتنقي الذبابه اللي شبهك. ولكن العركه المره دي هتكون بينك وبينها عشان تتجوزها، لانها في البدايه بتكون رافضه. انجز يا وليه، هو ده وقته، هموت بعد الساعه خلاص. ولكن فجاه بتكتشف كائن اسمه الانسان، وده بيهدد حياتك بالانقراض. يا دي مصيبه يا دي مصيبه.